هالغربال أنا أقولها ومن خلال هذا المنبر. لكن في الليل يحجبها حتى بدون أي غربال. لا اليوم لا اليوم لا تنحجب حتى في جميع الأوقات. نعم. اليوم أنا رأيت بعض الأحيان أعطي الأشياء بمسمياتها، فالكثير يوجه لي بالكراهية. نعم. أنا أقول هل اليوم بأنه نريد أن نميز أو نضعهم في كفة واحدة ومتساوية أمثال فدعني أن أقول وأنا شخص لا أعرفه لا من قريب ولا من بعيد ولا أريد أن أعرف هذا الشخصية، كون مجرد أن أعطي الأشياء بمسمياتها. هل اليوم أنا رأيت بعض الشخصيات كان في السابق يمتلك فضائية، وهذه الفضائية ضد الدولة وضد القوات الأمنية وضد كل المسميات، وكان يخرج في الفضائيات ويقول هذه بمعنى الطائفية والعنصرية، هذه الدولة الصفوية، هذه الدولة الكذا، هذه الدولة الكذا. هل هذا من خذلني في الأمس وتآمر علي في الأمس وكل هذه المسميات سوف أأمنه اليوم على محافظاتي؟ أنا أقولها من خلال فضائياتكم فليقم يعني بمعناها يجعل لي المحاكم مفتوحة وباسل الكاظمي موجود. هل اليوم أنا أؤمن على محافظاتي على من كان يمتلك قناة الزوراء واليوم يمثلني في القرار؟ سيد العزيز، طيب إلى ماذا يقودنا هذا الكلام؟ هذا يقودنا نتعامل قبل أن أقول لماذا يقودنا، أنا أقول إن دل على شيء يدل بأن نتعامل بازدواجية، قدم بالحكومة العراقية وقدم الأخرى في بعض الدول، نكون عبارة عن موظفين إلى بعض السفارات. هذا يأخذنا إلى مسألة واحدة، بأن اليوم نحن البعض يحاول بشتى الوسائل بأن يسكت الأصوات الوطنية، أن يسكت من يحاول بشتى الوسائل بأن يعيدوا محافظاتهم. كون اليوم المواطن عندما ترحل إلى أي محافظة من المحافظات، عندما يوجد هنالك من يعين أبناء جلدتهم ووقف معهم، سوف عندما تجري معه لقاء سوف يقول المحافظ الفلاني أو عضو مجلس المحافظة الفلاني أو كل هذه المسميات. أما عندما ترحل وتقول بأنه الشخص الفلاني الذي جالس في بغداد، هل هذا سوف بأنه المواطن سوف يمجده؟ لا، المواطن سوف يقول بأن أنا اليوم في العراء وهذا أين؟ في المنطقة الخضراء وفي الحارثية وكل هذه المسميات. فاليوم علينا بأن نقول كلمة وإلى التاريخ فليطمئن الجميع. اليوم الكفة لا يمكن أن تتعادل. اليوم يوجد هنالك من سوف ينعله التاريخ ويوجد هنالك من سوف يمجده التاريخ. وأنا من هذا المنبر أقول بعض الشخصيات لو لم يتقدموا إلى الانتخابات في المرحلة القادمة، والله أنا أقول سوف يخرج الشارع العراقي ويقول نطالب بأن يتقدموا إلى الانتخابات ويرشحوا أنفسهم لأن يكونوا ممثلين عنا في محافظاتنا. والبعض الآخر لو رشحوا إلى الانتخابات سوف يرفضهم الشارع العراقي. لماذا؟ كل من اليوم عندما يكون هنالك تحقيق انتصارات، الانتصارات ليس فقط من يحمل السلاح، لا، الانتصارات من يعيد محافظاتهم، الانتصارات من اليوم يتعامل يكون مثابر من أجل بأن يوحد الكلمة، يعيد أبناء جلدتهم. سيد العزيز، اليوم نقول هاي كلمة ومسألة أخرى. يوجد عبارة في العسكر يقول الوحدة بآمرها. نرى اليوم صلاح الدين، الأنبار، ديالى، واليوم نينوى، هذه المحافظات الأربعة، من هي من هذه المحافظات تتميز ويكون لديها خصوصيات ويكون محافظة نسبة عليا من الهدوء ومسيطر عليها؟ من هذه المحافظات بأجمعها والجميع يتفق معي يتوقع هي فقط محافظة صلاح الدين. صحيح. لماذا؟ رأينا يوجد هنالك قلنا الوحدة بآمر